السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة طبعا انتوا عارفين مش بنزل السوق الا كل حوالي 10 15 يوم. فقلت النهاردة اعمل معاكم فيديو مشتريات، عشان بس نقول ايه، نشوف الاسعار وازاي نوفر وندبر في بيتنا. طبعا بقول باقل التكاليف، وكل واحد على حسب امكانياته، والله كل واحد على حسب دخله والفلوس اللي بتخش له. فأو قبل ما نخش في المشتريات والكلام ده كله، اول حاجه ندعي لاهل غزه ان ربنا ينصرهم ان شاء الله يا رب على عدوهم، على اليهود يا رب. اللهم انصرهم عليهم يا رب، اللهم ايدهم بمدد، اللهم سدد رميهم يا رب. اللهم ارحم شهدائهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم. الدعاء يا حبايبي، ما تنسوهمش من الدعاء يا رب في الايام دي الصعبه دي. اللهم يا رب انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ينصرهم ربنا باذن الله. هنخش ونسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبدا بقى نشوف ايه الحاجات اللي احنا اشتريناها النهارده من السوق. عشان تشوف الاسعار برضو اليومين دول الحمد لله انخفضت عن الاول كتير. فزي ما انتم شايفين كده، انا جايبه بس نص كوسه على حسب امكانياتي. لما اكون هبطبخ طبعا بجيب كيلو كيلو على حسب الايه. ما انت جايبه الكوسه تعمليها في اهم شيء هتجيبها تعملي بيها ايه. تبقى عارفه انت نازله هتشتري، وده هيكفيكي يوم، ده هيكفيكي تاني يوم، وانت بتبقى اهم شيء مظبطه افكارك اللي انت هتعمليها. فانا جايبه دي بس الكوسه النهارده على اساس ان هعمل بيها شوربه خضار، لان كنت قبل كده برضو كنت طبخاها. فانا مش محتاجاها الايه الاسبوع ده. يعني ما بقررش الخضار على طول. دول بالنسبه طبعا لبناتنا حبايبي اللي ايه لسه برضو ايه، بالنسبه ماسكين لسه مصروف قريب ومش بيعرفوا يدبروا في امور البيت. فايه الواحد بيحب يعرفهم برضه بعض الافكار كده. فانا جايبه دي عشان ان شاء ربنا شوربه الخضار. وجبت كيلو ونص خيار، انا مش بحب الصغير او الرفيع، الكبيره بتبقى شويه يعني فيها ايه، تحس انها كده ميه وطعمها بيبقى مسكر. ده خيار فلاحي حلو بلدي. فكيلو ونص ده ب 10 جنيه. تمام يا حبايبي كده. فانا جايبه منهم كيلو ونص. وبرضه انا في بعض يعني انا ايه لو انزل في، يعني في خلال الاسبوع او ال10 ايام، الحاجه ممكن لو مثلا الطماطم خلصت من عندي ممكن اشتري مثلا ايه طماطم، حاجات تبقى خفيفه. لكن الحاجات كلها بجيبها لمده 10 15 يوم، حاجات بتنقص مني بحتاجها، فبضطر ان انا ايه انزل اجيبها. تمام كده. برضو الليمون لقيته سعره حلو، فجبت 2 كيلو ليمون. كيلو ليمون هستعمله طبعا في الفتره دي. والكيلو التاني اللي انا جايباه يا حبايبي برضه عشان دخول الشتاء علينا. فطبعا انتوا عارفين اسعار الليمون ممكن بتوصل ل 40 ومش عارفه ب 50، وكانت بتوصل يعني كتير. فعشان بقى البرد وعشان برضه بقى محتاجين في حاجات كتير جدا. فجايبه ايه ده هيخش في الفريزر. والتاني اللي هستعمله برضه بالنسبه للفول اللي هو المدمس، جبت بس نص كيلو. هدمسه ان شاء رب العالمين. وده الفول اللي هو البلدي، كيلو الفول ب 38، النص ب 19 جنيه. ف 19 جنيه، شوف انت بتجيب كيس الفول بكام اما تدمسيه. وبرده بيوفر عليكي في الميزانيه. هنا برضو هنا الخيار البتاع اللي هو البطاطا. طبعا دي فصل الشتاء طبعا داخلين عليه. فالبطاطا دي سعرها جبتها كيلو ونص. كيلو ونص ب 10 جنيه. فانا جبت منهم ثلاثه برضو ايه، كل شويه كده نعمل منهم كام واحده كده. بالليل كده نتسلى فيها. فدول 3 كيلو. تمام كده حبايبي. 3 كيلو، كيلو ونص ب 10. وفي ناس بتبيعها بخمسه بس بقى بتبقى اخر النهار ما بتبقاش حلو. فدي سعرها كيلو ونص ب 10. تمام كده يا حبايبي. كانت الاول اول ما نزل كانت ب 10 جنيه، وكانت ب 12 كمان. فسعرها معقول دلوقتي، نزل برضو عن الاول كتير الحمد لله. جبت تاني برضو اللي هو الايه الرمان، الفاكهه بقى بتاعت الشتاء. لقيت الرمان حلو، سعر الرمان متهود برضو. يعني هو بالنسبه انتوا عارفين اسعار الفاكهه كلها غاليه. كانت المانجا ب 35 ومش عارفه ايه والكلام ده كله. فيعتبر ده برضو سعره متهود شويه، 15 جنيه معقول. الموز ب 20 جنيه اساسا، ولو نزل شويه نزل بقى ب 15. فهي الاسعار بالنسبه للفاكهه يعني ايه، ما بتقلش عن اقل حاجه 12 جنيه. فالحمد لله كل واحد بيجيب على حسب استطاعته. إيه والله قادره اجيب فاكهه اجيب، مش هقدر اعملها في قرص في في حته بتاع مش عارفه عجوه بقرصتين للولاد. انت برضه هتدبري وتشوفي ايه اللي بيتك محتاجه. إيه بالنسبه بقى للرمان لسه ما ظهرش، لكن انا كنت جايباه حالا. جبت يا حبيبتي جايبه رمان اللي شايفين ده هو الرمان ده. لقيته برضه حلو، سعره متهاوت في السوق يعني عن بقيه الفاكهه. يعني الرمان ده جايباه ب 15 جنيه كيلو، كان الاول ب 20 اول ما طلع. فده سعره يعتبر دلوقتي معقول بالنسبه لاسعار الفاكهه. اسعار الفاكهه بتوصل اقل حاجه 10 12 جنيه كفاكهه جديده، وده سعره حلو. فجبت منهم ايه 2 كيلو. عشان بقى ايه بيبقى عندي احفادي، فبحب ايه يوم الجمعه ده بالذات يبقى عندي كل حاجه بالنسبه لهم. فبحب افرحهم يعني بفاكهه وكده، كل نفسه في حاجه بجيبها له. وكل واحد طبعا على حسب ما بي ايه
حسب دخله وامكانياته. انا مش طبعا مش بعمل الحاجات دي انا بتباهى بيها، ولكن في عندنا اطفال صغيره بتبقى جايه بقى فرحانه عايزه تاكل، عندك حاجه مسكره يا تيتا، فلازم اجيب الايه، الفاكهه واخليها لهم في البيت. تمام كده حبايبي. فدي سعرها يعتبر معقول شويه. تمام، وكانت شكلها حلو وسعرها معقول بالنسبه ايه للاسعار الفاكهه دلوقتي. الحمد لله والصلاه والسلام. طبعا ما تنسوش الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. كده. جبت كمان برضو من السوق بعض اللي هي بقى الحاجات اللي احنا بنستعملها زي الدقيق. سعر الدقيق حوالي 18 جنيه، بالنسبة للدقيق اللي هو عند اللي هم العطارين او بتجيبيه من محلات السوبر ماركت اللي هو السايب ده. الكيلو ب 18 جنيه، وفي ناس بيقولوا ب 15، بس انا جبت ب 18 جنيه كيلو الدقيق. تمام كده. برضو لقيت ايه, اللي هو البلق اللي هو اسمه ايه، الجوافة. الجوافة بيبيعوها ب10، الحلوة 10 و12، لان الجوافة انواع. تمام. وفي ناس بيبيعوها كيلو وربع ب10 بس مش حلوة. يعني على حسب نوع الجوافة. الجوافة بتبقى أنواع، مش عارفة بين بلطيم بتبقى مسكرة، في جوافة مش عارفة منين. فحسب الجوافة بتاعتك اللي انت بتجيبها بيديكوا سعر من 12 لحد 8 جنيه. وغير بقى التانية بقى اللي هي مستوية شوية بيبقى أرخص، مثلا كيلو ونص، حاجات من دي. تمام. فأنا جبت برضو كيلو جوافة، يعني زي ما انتم شايفين. إيه، سعرها جبته ب 12 جنيه. في سعرها برضو يعتبر معقول شوية. جبت كيلو بس، وجبت الرمان منه 2 كيلو. تمام. هنا برضو البتنجان بقى طبعا حاجات بقى البيت. البتنجان الصغير ده جبته منه صغير وكبير. جايبه صغير عشان لو هحشي منه. ده كيلو ونص، هنقلي منه. والباقي ممكن اجيب معاه مثلا كوسه برضو تاني، او اعمل معاه محشي مثلا كرنب، بيبقى حلو برضو. وبركنه برضو عندي الكبيره شويه دي بقطعها حتتين وبقليها. تمام. وجايبه الصغير بقى اللي هو الحشو الصغير قوي ده. تمام كده. فجايبه من ده وجايبه من ده. ده كيلو ونص. ماشي يا حبايبي كده. آه، جبت برضو حاجات زي الحاجات بقى البيت. جبت شعرية. جبت العدس الأصفر، والعدس أبو جبة. بس العدس أبو جبة ما صورتوش. فده كيلو ونص هو بتنجان، زي ما انتوا شايفينه. كيلو ونص ب10، فحلو. سعره معقول. وفي ناس بتجيبه ب5 جنيه الكيلو، على حسب اللي انت بايه التاجر اللي بتجيبي منه او الفلاحه اللي انت بتجيبي منها. تمام. لكن كده الاسعار معقوله وحلوه الحمد لله. جبت طبعا جبت كمان اللي هو ايه يا رب، اللهم صل على سيدنا محمد. جبنا كمان اللي هو الطماطم. اسعار الطماطم 10 جنيه. وفي بيباع كيلو وربع، اللي هي الطماطم الصغنونه الجميله دي بتبقى مسكره وحلوه جدا. دي كمان في الاكل مع دي حته جبنه قريش مع الكلام ده كله بتبقى طعمها حلو قوي. فاسعارها يعتبر حلو معقوله. عما كانت ب 15 وب 20 جنيه، فالسعر يعتبر برضه نزل شويه. جبت منهم 2 كيلو. ولو احتجت مثلا في ما كفتنيش الاسبوع مع طبعا مع علب الصلصه، فبقى ايه انزل اضطر اجيب ايه تاني. تمام كده يا حبايبي. هنا سعرها طبعا معقول. طبعا الخضار ده كله انا باخده بعد ما افرزه كده وافضيه من الاكياس، بشطفه وانشفه كويس جدا من الميه اللي فيه. وطبعا ببقى اعبيه بقى ايه في الدرج، او بحطه في اللي هي بتاع ده المنظم بتاع التلاجة. الخيار لوحده وده لوحده كله لوحده، وعلى حسب ايه استعمالك طبعا. كده كانت الايه الطماطم اللي احنا جبناها. تمام زي ما انتم شايفينها حلوه زي الفل. جبنا برضو لقيت اسعار ايه يا ربي.
كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين بقى هنا ايه البطاطس، اللي قصدي البطاطا والطماطم والحاجات دي كلها اللي احنا جايبينها فرشه بقى، عامله فرشه كده كأني قاعده في السوق. حطيتها لحد ما بقى ابدا بقى اشتغل جوه، احطها في الحوض ونبدا نغسلها. وهنا كانت بقى جبت الخضره اللي هي خضره المحشي، هوريها لكم حالا. دول بايه بال5 جنيه. برضو بجيبهم بركنهم كده، بشوفهم مربطينهم زي ما انتم شايفينهم كده. تمام يا حبايبي كده. فايه برضو هنجهزهم، نكون نقطعهم نحطهم في علبه او نستعملهم لو في حاجه. بس انا ايه جايبه كمان منهم، جايبه بحوالي ايه 10، جايبه حزمتين. إيه زي ما انتم شايفينهم كده. الحزمه من دي ب5 جنيه، كل 3 حزم ب5 جنيه. تمام. برضو لازم يكون في البيت خضرة، تعملي بهم سلطة، تعملي بهم محشي. تمام. فبينفعوا بصراحة لما تكون حاجتك متوفرة، بالسهل عليك عملية الايه تجهيز الوجبة اللي انت عايزة تعمل ايه، بدل الحاجة موجودة الافكار خلاص بالتواجد كده. دي حاجتنا اللي احنا جبناها. فاضل ناقص بقى شوية حاجات ايه، اللي هو الدقيق، عدس، شوية بقى الحاجات اللي هو بايه الخميرة، البيكنج باودر بقى، الحاجات اللي نعمل بقى المعجنات بقى والحاجات المسكرة بتاعتنا. فجبت برضو ما نسيتهاش. وجبت بعض الحاجات كده برضو اللي افتكرته بقيت اجيبه. برضو في ايام بتبقى نازل فيها الفلاحين، فجبت منهم بصراحه يعني برضو على القد، يعني ما كترتش، على حسب استعمالنا. مثلا جبت بس اللي هم 12 بيضه. دي البيضه ب5 جنيه، 12 بيضه ب60 جنيه. اللي هو كان يعني الاسعار سبحان الله بجنيه ونص وب2 جنيه البيضه. دلوقتي البيضه وصلت ل6 جنيه او 6، يعني 5 ونص متهيألي. ونص جبنه بيبيعوه الفلاحين ب35 جنيه كيلو ب70. فجبت بصراحه 12 بيضه ونص جبنه قريش بس، عشان مش بحبها كتير. بنستعمل جنبها مثلا جبنه براميلي او جبنه اسمها اللي هي الدلع دي، اسمها ايه الملح قليل دي، زي دومتي. فجبت بس نص قريش عشان برضو ما يبص عندنا، يا دوبك على قد الاستعمال. تمام كده. برضو من ضمن المشتريات اللي احنا اشتريناها زي ما انتم شايفينها كده اهوت. طبعا بدوق طعم الجبنه قبل ما اجيبها، حلوه وفيها خير كده وفلاحي وحلوه بجيب، ما مش حلوه ما بجيبهاش. ادي برضو من ضمن المشتريات اللي اشتريتها. الحمد لله، ربنا يا رب يديمها نعمه ان شاء الله كده يا رب، ويحفظها يا رب من الزوال ان شاء الله. وربنا يعين كل واحد على اللي هو فيه يا رب ان شاء الله. كده دي كانت مشترياتنا. ولسه هوريكم برضه طبق الدقيق. الدقيق جبت 4 كيلو دقيق. 2 جبتهم كده من مكان، من سوبر ماركت اللي هو اللي اكياس في الجمعية. ده الكيس ب20 جنيه. وفي كيسين جبتهم من اللي هم من العطارين العاديين، الكيلو بيبيعوه ب18. فجبت كيسين من دول، هما الاتنين متعدد الأغراض، عشان بستعمله في معجنات، في قرص، في أرق، في اللي هي المنين، في قرص المعجوة. بحب المعجنات دي الواحد يفطر بها الصبح مع كوباية شاي. فالدقيق لازم يكون متواجد عندي على طول. ده اهم شيء، مع بقى الخميره مع الحاجات دي كلها. بحبها تكون متوفره عندي، وقت ما احب اعمل حاجه بتكون هي موجوده. اهو ده الكيس اللي هو الدقيق السايب، ده كيلو منه ب18. في محلات بيقول لي ب16 وب15، بس مش عارفه الدقيق. بس انا بجيب من عنده بيبيعوه ب18. تمام. جبت منه كيسين. وجبت كيسين تاني اللي هم اللي هو بتاع الكوثر ده. الكيلو بيبيعوه ب20 جنيه. فجبت كيسين من دول. بصراحه كانوا هم مدوم لي على التموين، فكيسين من ده وكيسين اشتريته من عندهم هناك من الجمعية بالكيس ب20 جنيه. ده بركنه عندي اخبز بيه، اعمل معجنات. تمام. فبيبقى كويس في البيت عندنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جبنا كمان هوريكم بقى الكيسين اللي هو بتاع الكوثر اللي هو لونه برتقاني ده اهوت. الكيسين اهوت، ده الكيس ب20. تمام كده. دي اللي هو متعدد الاغراض. بيبقى حلو جدا. كنت بعمله، بستعمله برضو في الكحك وفي البسكويت والحاجات كلها، بيبقى حلو جدا في الفطاير، بيبقى حلو. فجبت منه كيسين، وجبت كيسين التانيين اللي هم اللي هو الدقيق السايب. جبت بقى لوازمهم بقى اللي هي خميره، بيكنج باودر، كيك شيف، الفانيليا،
الحاجات دي كلها برضو جبتها، بحبها تكون موجودة برضو عندي في البيت. ودي حاجتنا اللي احنا بنشتريناها، وعلى حسب استعمالك انتي، وعلى حسب عدد افراد اسرتك بتستعملي الحاجات دي، وعلى قدر استطاعتك بتحاولي تدبري وتوفري، وكل واحد على حسب امكانياته. إيه والله انا مفيش امكانيه اجيب نص كيلو جبنه قريش، ممكن اجيب ربع كيلو واستعمله. مش هجيب 2 3 كيلو دي، ممكن اجيب كيلو واحد بس على حسب اللي انا عايزاه. كل واحد على حسب دخله، هو بيوفر ويدبر في شؤون بيته بطريقته وقدر استطاعته. إيه كده برضو جبت اللي هو البتنجان الرومي. طبعا بقى في المشويات بتشويه، برضو بتعمليه مقلي. إيه على حسب ما انت بتحبي، بتعملي مسقعه بيه برضو، بتبقى وجبه حلوه مع شويه بطاطس. برضو بجيب ده برضو نفس الشكل، نفس التاني كيلو ونص ب10، ده كيلو ونص ب10. زي ما انتوا شايفينه كده، كانت معاه خضره بقى. فطبعا كل ده لسه هيتغسل ويشطف. تمام، بس هو حلو ومش ببزر ولا حاجه، هو جميل جدا وملحم وحلو جدا اليومين دول. فجبت منه برضو كيلو ونص ب10 جنيه. هي بالنسبه للخضار الاسعار حلوه. القلقاس اللي سعره كان غالي شويه، القلقاس الكيلو ب20 جنيه، ونزل دلوقتي بقى ب17. يعني ممكن تجيبي 2 كيلو قلقاس مثلا. لو انت عايزه مثلا كميه يعني وجبه وعيله وكده، هجيب 2 كيلو قلقاس ب35 جنيه. كيلو ونص ب22، برضو تعملي وجبه حلوه. تمام. فانا جبت 3 4 اصناف خضار، على اساس تستعملهم في الفتره دي الاسبوعين ان شاء الله نحيانا ربنا. وبخليهم عندي، بطلع منه برضو القلقاس، بنضفه وبغسله وبقطعه وكل حاجه جهزه مع الخضره بتاعته، بيبقى جاهز على عمايل على طول. تمام. آه، جبت ايه تاني؟ جبت برضو اللي هو زي ما انا قلت لكم، اللي هي بقى حاجات اللي هي الكيك شيف والحاجات اللي هي بتاعت المعجنات. وجبت كمان معاهم اللي هو الايه اسمه بيكربونات الصوديوم، وملح اللي هو الليمون، بستعمله انا عندي. بستعمله في الغسيل، في البوتاجاز، في تنظيف بعض الاشياء. بستعمله عندي في الغاليه لو انا بغلي هدوم داخليه بيضه قطن. بحب الغاليه جدا، اغلبها بتبقى بيديها بياض وبيديها نظافه. انا بحب اجيبه برضو على طول في البيت، واستعمله في حاجات كتير جدا، بيكربونات الصوديوم وملح الليمون. استعملوه في التنظيف بيبقى روعه جدا. برضو دي من الحاجات اللي انا جبتها. برضو لقيت البلح بقى ايه، خلاص كل سنه وانتم طيبين، موسم البلح عدى. فلقيت البلح الاحمر ده موجود في السوق، فجبت منه كيلو واحد بس. كيلو الواحد ب25 جنيه. خلاص بقى البلح رايح، فقلنا نجيبه مره كده برضو. اهو زي ما انتم شايفين، هو البلح اللي هو الزغلول ده. فجبت كيلو منه. تمام كده. احنا قلنا احنا اول الشهر بقى عمالين نبعزق كده اول الشهر، وبعد كده خلاص هنمسك بقى تاني، ونلم نفسنا الاسبوعين الباقيين لحد اول الشهر الجديد ان شاء الله. تمام كده. جبت منه الاسمر، في بعضها بتبقى كده يعني ايه، حمار، بس حمار مع ايه، مع سمار. احمر في اسود، فانا بحب تكون مستويه شويه، يعني كده بتبقى طعمها مسكر قوي. تمام. كده كانت دي مشترياتنا النهارده، والاسعار في السوق زي ما انا قلت لكم عليها. وطبعا انا مش احنا مش بنستعرض الحاجه اللي بنجيبها، ولكن انا بوريكم الاسعار، وبقول لكم ان ممكن الواحد برضو يمشي باقل الامكانيات، وبرضو هتمشي الامور، وربنا بيبارك في الموجود، وكل واحد بيمشي على حسب استطاعته وممكن يدبر. تمام كده حبايبي. كانت دي بقى ايه، اخر حاجه، اللي هو شويه الايه بقى اللي احنا قلنا عليهم، خميره الخميره بتاعه العجن، اللي هي ايه الخميره، والكيك شيف والفانيليا والبيكنج باودر. وطبعا دول معروفة أسعارها، يعني كيك شيف ب5 جنيه، مش عارفة البيكنج باودر ب3 جنيه أو ب2 ونص، الخميرة برضو ب3 جنيه، كيس الفانيليا ب2 ونص، يعني 4 ب10. فجبت الحاجات دي، طبعا احنا بنستعملها على طول عشان القراية بقى في المعجنات والحلويات والكلام ده كله. فجبتهم برضو عشان يكونوا ايه متواجدين عندي. نوع الخميرة ده حلو جدا يا حبايبي كده بناتي. وبرضو النوع اللي هو التاني اللي هو دريم حلو جدا برضو. بالنسبة بيخلي ارتفاع العجينه حلو جدا، يعني بيخمرها على طول وكويس قوي. دريم حلو جدا، هو الاحمر في الابيض ده. تمام. ودي كانت النهارده بقى ايه مشترياتنا اللي احنا حابين نعرضها معاكم. وطبعا ربنا يبارك يا رب، وربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب ان شاء الله. وربنا يعطي كل انسان يا رب
من فضله ومن كرمه، وربنا يوسع على الجميع ان شاء الله يا حبايبي. ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم، وقولوا لنا ايه الاسعار بالنسبه برضو، هل الاسعار دي كويسه برضو ولا الاسعار غلا واتخمت انا فيها بقى وضحكوا عليا؟ تمام. ده كان الفيديو بتاع النهارده. وما تنسوناش طبعا، وصل معانا لحد هنا ما تنسوناش من لايك والشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. بحبكم في الله يا حبايبي. والسلام عليكم ورحمه الله. واسيبكم بقى تكملوا الحته الاخرانيه بس في الحاجات اللي انا جايباها، واشوفكم بخير دايما يا رب، بصحه وسعاده وهنا ان شاء الله يا حبايبي. بتكفي معانا طبعا فتره بفضل الله، يعني ربنا يمتعنا طبعا بحياتنا ويسعدنا، والحياه طبعا مش اكل ولا شرب. انا بس حبيت اعرفكم الاسعار النهارده في السوق ايه. تمام كده. وطبعا ده ما بيحصلش يا حبايبي ايه طبعا كل ايه اول شهر بنحب ندلع نفسنا شويه، فبنجيب يعني برضو بنجيب على القد. يعني جايبه نص كيلو جبنه، 12 بيضه، مش جايبه طبعا كراتين ولا حاجه، جايبه كيلو بلح، جايبه 2 كيلو بطاطا، دول مثلا ممكن نعملهم على مرتين، جايبه 2 كيلو طماطم. الدقيق ده احنا بنستعمله على طول، ممكن اخبز شويه عيش مع شويه الرده، فبجيبه في البيت، لازم يكون عندي في البيت. هنا 2 كيلو تفاح، انا بقالي يمكن شهرين ثلاثه ما دقناش التفاح ده ولا نعرفه، الحمد لله. جبت برضو اللي هو ايه الكيلو جوافه. من كل حاجه يعني بنجيب الحمد لله على القد. جايبه نص كيلو عدس، نص كيلو عدس اصفر وبجبه، نص كيلو فول. انا كنت الاول بجيب كيلوهات وب2 كيلو واركنه في البيت، بس طبعا في الظروف دي بنجيب على القد. نص كيلو شعريه. جبت هنا برضو اللي هو الحاجات اللي بتنفعني برضو بالنسبه للمطبخ، اللي هو البيكربوناتو وملح الليمون. انا يا جماعه لحد دلوقتي بستعمل في غسيلي في الابيض بالذات الملح الليمون، وبستعمل الايه البيكربوناتو، بحط بيخلي الغسيل والمطبخ وتنظيفات الاستانلس والحاجات دي بيبقى حلو جدا. فانا جايبه بقى الكيس الصغير ده، كل كيس منهم جايبه 4 اكياس، كل كيس ملح ليمون او بيكربونات صوديوم، واستعملوه في الغسيل الابيض بتاعك. طبعا الغساله الاوتوماتيك مش بتنظف، فانا بطلع الغسيل بديله تاني غلوه على البوتاجاز في اي طبق استانلس، في باستيل بتاع زمان، والحاجه بتبقى معقمه ونظيفه وغسيله ابيض زي الفل. فبستعمل الحاجات دي. معلش جربوا كده برضه، اسمعوا كلام تيتا روكا اللي وصل معايا من هنا. ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منها كل جديد. ودي طبعا خبره السنين، انا بقى لي سنين هو حاجه بتتعبني طبعا في الغليه، واطلع مش عارفه ايه. في بنات بره من بناتنا بقى لي منذ بيستسهلوا، مفيش حاجه اسمها غليه، حط في الغساله طلع معصور وانشر، او بتنشرهم حتى جوه الشقه على على الحبال. لكن انا اتعودت على حاجه فمش عارفه اغيرها بصراحه. لازم غسيلي كل شويه لازم اغلي الابيض بالذات، الحاجات الداخليه لازم تتغلى. تمام كده. طبعا دي كانت مشتريات النهارده، هو زي ما انتم شايفين. ما انا قلت لكم انا ما بنزلش الا كل 10 ايام 15 يوم، فبحب لكم حاجات عندي واقعد اسحب بقى، اسحب من لحد ما اخلص خالص، وابدا افكر ان انا اجيب نفس الشكل كده من جديد. تمام. فقلت لكم انا الاسعار: البلح ب 20، الطماطم كيلو وربع ب 10، فالسعر معقول عن ما كانت ب 15 جنيه، لانها طلعت شويه وبتنزل شويه. البتنجان كيلو ونص اللي هو الرومي، البتنجان اللي هو العروس اللي هو الرفيع ده كيلو ونص. الخيار كيلو وربع، حلو جدا وفلاحي وجميل جدا. التفاح زي ما قلت لكم التفاح ب 40 وب 50، احنا جبنا التفاح الكيلو ب 30 بكام؟ ب 25، ب 25 الكيلو اللي هو الصغيره دي حلوه. الملوخيه طبعا عارفين كيلو وربع ايه، وفي ناس بتبيعها الكيلو بس ب 10 جنيه، انا جايباه كيلو وربع. تمام كده. ورقتها حلوه وخضره. جبت خضره محشي. الفول ده ب 38 جنيه. تمام يا حبايبي كده. اهو جبت النص ب 19. الشعريه طبعا معروفه، نص الشعريه، نص مكرونه صغنونه. انا عندي مكرونه انا فجبت الحاجات بس انا محتاجاها الشهر ده. نص كيلو الجبنه القريش الفلاحي الحلوه، الكيلو ب 70، النص كيلو ب 35. طبعا قلت لكم اسعار بقى الخميره الفوريه والبيكنج باودر وكيك شيف ب 5 جنيه، والخميره الفوريه كيس ب 3 جنيه. الحاجات طبعا معروفه. الكوسه ب 10. جبت النص كيلو بايه عشان اعمله مع شوربه الخضار. جايباه. اللي قلت طبعا جبت 2 كيلو ليمون. الليمون حلو قوي يا جماعه، خدوه خزنوه. عايزه تعصريه عصريه احنا عاملاها على القناه كتير جدا بطريقتين. اللي انت بتعصري الليمون تحطيه في اللي هو قوالب اللي هي التلج. تمام. وتحطيه بقى في كيس وتحطيهم فيه وتطلعي منه قوالب زي ما انت عايزه. ايام الشتاء جايه وهتبقوا محتاجينه يا جماعه، كتروا من الليمون اليومين دول وهاتوه. وجبت ليمون يعني جايبه منه 2 كيلو، كيلو هركنه وارميه كده كانه ما جاش، والكيلو الثاني هستعمله ان شاء الله. يا رب يكون المشتريات بتاعتنا اسعارها وصلكم، واللي طبعا عنده نفس الاسعار يقول لي في تعليقاتكم. بحبكم في الله، وانا مش بتباهى بالاكل، كلنا بناكل وكلنا بنشرب، ولو حبه ملح بس. انا حبيت اعرفكم اسعار السوق ايه. طبعا الاسعار بالنسبه للخضار نزلت جدا عن الاول. تمام. الفاصوليا الكيلو ب 12 وفي ب 15، يعني في بياعين على حسب البياعين، واحد يقول لك ب 15، واحد يقول لك ب 12، في ناس بتجيبها ب 10. والبسله كمان طلعت. فكل سنه وانتم طيبين. فصل الشتاء دخل علينا، فهيبقى ايه الخضروات بتبقى فيه كتيره جدا. فان شاء الله يعجبكم المشتريات بتاعتنا،
والاسعار تعجبكم طبعا، وتقولوا لي الاسعار عندكم نفس السعر ولا لا. بحبكم في الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناه. اللايك يا حبايبي هو اللي بيرفع الفيديو وبيخليه يوصل لاكبر عدد. فجزاكم الله خير لدعمكم لنا. اشوفكم في خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.